مدت يدها ببطء وكأنها ستسحق رأسه مثل حبة عنب، لكنها توقفت فجأة. تذكرت الملاك أنها لا تستطيع استخدام قوتها الخاصة في تفجير الرؤوس مجددا، إذ كان استخدامها محدودا مرة واحدة في اليوم، وقد استخدمتها بالفعل سابقا. ثم خطر لها فجأة خاطرا ماكر، فابتسمت بخبث وقالت لريو أنها قررت منحه مكافأة خاصة ستعجبه بالتأكيد. نزلت الملاك إلى الأرض بهدوء وقالت إنها عادة لا تستجيب لمثل هذه الطلبات الجريئة، لكنها رأت في ريو شخصا مثيرا للاهتمام وأرادت التحدث معه على انفراد. طلبت من باقي البشر الانتظار قليلا، مؤكدة أنها ستعود قريبا. ثم سارت مع ريو باتجاه الغابة وسط نظرات الحسد من الجميع، الذين تمنوا لو أنهم تجرؤوا مثله وطلبوا مكافأة أفضل. لكنهم أدركوا بسرعة أن القليل فقط يمكنه فعل ما فعله دون أن يعاقب فورا. قبل أن يغادر نظر ريو إلى يونغمان نظرة غامضة، ثم ابتسم ابتسامة خفيفة ومضى في طريقه. وأثناء سيرهما في عمق الغابة قالت الملاك له مازحة: لماذا تتأخر في السير؟ لن أؤذيك، تعال بجانبي. فاكتفى ريو بإيماءة صامتة. في داخلها كانت الملاك تخفي شنايا شريرة، إذ كانت ترى البشر مخلوقات طماعة لا تعرف حدودها، وقد خططت لمعاقبة ريو بطريقتها الخاصة حين تتاح الفرصة. بدت ملامحها أكثر ظلمة، وارتسمت على وجهها ابتسامة شريرة خافتة. كانت تعرف أنه بعد تجاوز صخرة معينة سيصبحان خارج نطاق المراقبة، وهناك كانت تنوي الانتقام منه ببطء. وحين وصل إلى المكان المقصود حاولت أن تبدو ودودة وقالت له بابتسامة: لقد حان وقت مكافأتك الخاصة. لكن ريو كان مستعدا تماما. بخطة سريعة باغتها بحركة مفاجئة، أربكتها تماما لتكتشف أن من كانت تظنه مجرد بشر ضعيف كان في الحقيقة يعرف نواياها مسبقا. حاولت الملك الدفاع عن نفسها، لكنها فوجئت بتفوقه الواضح عليها. سقطت على الأرض مصدومة من أن إنسانا استطاع مواجهتها بتلك القوة. ازداد غضبها وبدأت تصرخ مهددة إياه بعواقب وخيمة إن استمر، إلا أن ريو ظل هادئا وقال لها بنبرة باردة أنه يعرف تماما ما كانت تنوي فعله. ثم كشف لها دليلا خفيا يثبت نيتها الغادرة، مما جعلها تصمت في ذهول. نطق باسمها الحقيقي، وهو اسم لم يكن أحد يعرفه سواه. فارتبكت وسألته بخوف كيف يعرف ذلك، لكن ريو تجاهل سؤالها وقال إن الوقت قد حان لإنهاء كل شيء. عندما أدركت الملاك أنه جاد حاولت تهديده باستخدام قوتها الخاصة، لكنه أخبرها بهدوء أنها لن تستطيع استخدامها الآن لأنها استنفذتها مسبقا. توترت الملاك وبدأت تتراجع، وهي تحاول إقناعه بأن ما يفعله سيجلب عليه لعنة السماء، وأن زملائها من الملائكة سينتقمون لها. لكن ريو رد ببرود قائلا أنه يعرف جيدا أن لا أحد سيأتي لإنقاذها، فالعالم القاسي الذي نعيش فيه لم يعد يعبأ حتى بالملائكة أنفسهم. وبنظرة حاسمة أنهى ريو المواجهة ليصدر النظام إعلانا غير مسبوق: لقد أصبح أول إنسان في التاريخ يسقط ملاكا. تلقى مكافأتين استثنائيتين مقابل ذلك: أولا حصل على جوهر نادر من الملاك، وثانيا على بلورة الخراب التي تحمل قوة مميزة. كانت هذه هي غايته منذ البداية، الحصول على تلك القوة الأسطورية. وعند تفعيلها اندمجت القوة بجسده ليعلن النظام عن اكتسابه مهارة جديدة تعرف باسم الذابح. تمنحه هذه المهارة زيادة في جميع قدراته بنسبة 1% عن كل خصم يهزمه. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد حصل أيضا على لقب قاتل الملاك الأول، لقب يمنحه ضعف القوة عند مواجهة أي ملاك مستقبلي، مما يجعله عدوا مرعبا لتلك الكائنات السماوية. ثم حمل ريو الجوهر الذهبي الخاص بالملاك، وقال أنه كان يخاطر بكل هذا فقط من أجل هذا الشيء، فبمجرد أن يستهلكه سيتمكن من التحول إلى فئة
حاصد الأرواح، الفئة التي تعتبر العدو الطبيعي للملائكة. شرح ريو أن كل شخص في هذا العالم يمكن اكتساب فئة معينة، لكن الشروط غالباً غامضة ويكتشفها الناس بالتجربة. مثلاً، من يهزم عدداً معيناً من العفاريت خلال وقت محدد يمكن أن يصبح محارباً. لكن بعض الفئات مثل حاصد الأرواح لا يمكن الحصول عليها إلا عبر ظروف نادرة جداً، مثل امتلاك جوهر ملاك. كانت هذه الفئة كما قال أقوى فئة في العالم، وقد جربها في حيواته السابقة 99 وعرف قيمتها. بعد ذلك اختار ريو مكافأته الإضافية لحصوله على المركز الأول عالمياً، زيادة مضاعفة لتجربته لمدة جولتين قادمتين. فهو يعرف أنه عليه أن يرفع مستواه بسرعة استعداداً لما هو قادم. وبينما كان يختار مكافآته، بدأ الضوء الأبيض يملأ المكان تدريجياً، ثم تلاشت الملاك واختفى كل شيء حوله. انتقل المشهد فجأة إلى الأرض، حيث استيقظ يونغ مان وهو يلهث مرتبك، يتساءل هل ما جرى كان مجرد حلم؟ لكن حين نظر إلى هاتفه لاحظ أن 5 ساعات و20 دقيقة قد مرت، نفس المدة التي قضاها داخل ذلك الحلم. ثم بدأ الآخرون حوله بالاستيقاظ أيضا، يعانون من صداع شديد. وتحدث أحد أصدقائه قائلا إنه رأى حلما غريبا مشابها. لكن يونغ مان لاحظ أمرا مقلقا: أحد أصدقائهم لم يتحرك أبدا، وعندما حاولوا إيقاظه اكتشفوا أنه قد مات تماما كما حدث له في الحلم. دب الرعب في القلوب، وأدركوا أن ما لا عاشوه لم يكن وهما أو خيالا، بل كان واقعا قاتما انتقل معهم إلى العالم الحقيقي. الذين ماتوا في الحلم ماتوا أيضا في الحقيقة. بدأ الذعر ينتشر، والجميع يتساءل ما الذي ينتظرهم في الشهر المقبل. أما يونغ مان فكان جسده يرتجف، لكن ليس من الخوف، بل من شيء آخر تماما.